عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير. يلا بقى مع بعضينا نعمل البطاطس المحمرة دي بكل أسرارها وازاي هي كده ماسكة نفسها، ونعمل شكشوكة البيض الجميلة الرائعة بألوانها بقيمتها الغذائية، ونعمل أحلى طبق فول بقوطة تاكليه من ايد قدورة فود. يلا مع بعضينا على المقادير وطريقة التحضير مع قدورة فود، كل ما هو مفيد حتى لو ما كانش جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وصحة وسعادة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. دعوة عبد دعا ربه أني مغلوب فانتصر. اللهم إنك أعلم غايتي وأنت وسيلتي. دعوة عبد دعا ربه أني مغلوب فانتصر. الدعوة دي كان الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا بينتصروا بهذه الدعوة. دعوة عبد دعا ربه أني مغلوب فانتصر. طيب، معانا النهاردة ومعاكم غدا سهل سريع اقتصادي جدا جدا جدا، موا اقتصادي، يعني 5 موا كده زي بتاعت في عبده كده، اقتصادي 5 مرات. أسرع وأسهل غدا وطبعا اقتصادي. هنعمل فول بقوطة. طبعا الفول بقوطة ليه طرق كتيرة قوي قوي قوي، بس صدقيني لو جربتي الطريقة اللي بقول لك عليها دي هتدعي لي. أول حاجة هحط القوطة كده في الخلاط. ماشي، عندي كمية قوطة زي ما انت عايزاها يعني. ماشي، هشيل منها شوية وحطيت القوطة هنا في الخلاط، هحط خلي كده سخية في الثوم. في الفول بقوطة بيحب الثوم. هحط معلقة الثوم يا جماعة اللي انا عاملاها معاكم. بصي الجمال، بصي الجمال كده. وهحط يعني مثلا نص معلقة ثوم مفروم من اللي احنا مفرزينه مع بعض. قولي مثلا معلقة مقدار بصلة متوسطة فين في الخلاط ده كله، وهضرب معاه. عشان المفروض تحطي هنا، المفروض هنا انا بحط شطة حمراء فريش. برضو انا مفرزة شطة اهو، هحط شطة معاه انا مفرزاها، او عايزة تحطي مجففة براحتك. انا ما عنديش شطة فريش، جيت اجيبه النهارده لقيته ب 30 جنيه، قلت لا مش جايباه، اجيبه على اهي كده. انا بحب الشطه في اكلي قوي قوي. عايزه تحطي شطه ناشفه، انا عندي شطه ناشفه، بس هحط من اللي مفرزاها احسن. وهضرب الجمال ده كله كده مع بعض. هفصل بس على مضرب عشان ورجعت لكم حبايبي. هحط هنا في الحله دي عشان اعمل فول بقوطه، يعني 3 4 معالق زيت ذره كده. ماشي، ولما يسخنوا قوي هنزل بالخليط اللي احنا ضربناه بالخلاط. هو قوطه وبيبقى تقيل كده، قوطه وتوم وفلفل احمر، فلفل حامي رومي متفرز، وبصله. ماشي، طبعا انا مقطعه البصله، انت مش عايزه تقطعيها وتحطيها تخيلها في الخلاط مفيش مشكله، بس عشان انا كنت عامله بصله الشكشوكه فعملت الاثنين مع بعض. وهنا برضو هحط 3 4 برضو معالق زيت كده. ماشي، طيب يبقى هنشتغل الاثنين. هنا هعمل شكشوكه، انا مقطعه زي بصلتين كده متوسطين كده، هنزل بيهم هنا على الزيت كده. وطبعا النار بتاعتي حاميه شويه، هتخلي الزيت سخن على طول كده. عودي نفسك، عايزه تخلصي من البصله ومستعجله زي حالتي دلوقتي كده، رشه ملح على البصله هتبقى لها. السر بقى في الشكشوكه هنا ان البصله لازم تاخد لون. عايزه الشكشوكه يبقى طعمها حلو ومعسله، البصله تاخد لون. وكتري البصل، وكتري البصل. انا هعمل هنا على عدد اسرتي انا وابني، فهعمل 4 بيضات. انت حطي البيض اللي يريحك. ماشي، هنا بقى في الزيت دوت هننزل هننزل بالقوطه اللي ضربناها مع الفلفل الاحمر مع الثوم مع البصل. تمام، شكلها عامل ازاي؟ في شويه حبه هنا في الخلاط اجيبهم كده عشان تسيب ولا فتفوته. القوطه ب 12 جنيه يعني مش حاجه، وحتى لو مش ب 12 مش برضه. تمام، وعلى العين التانيه هحمر اللي جوه دي، هحمر بطاطس. يبقى هنا حطينا
حطينا ضربنا قوطه مع بصل مع ثوم في الخلاط مع فلفل احمر. ودي نجاح الوصفه دي انه يكون حامي. طب هحط هنا ايه؟ هحط كمون، معايا كمون حلوه كده. وطالما ايه، طالما ان هي قوطه نعمل ايه؟ نعمل شعره، ها، حفظت سكر، شعره ايه؟ سكر ربع معلقه كده عشان حموضه. وده اختياري، هحط قالب ايه؟ ماجي. وانا كده حطيت ملح وكمون وقالب ماجي، وهسيبها تاخد تدي ايه مع نفسها. مش عايزين نسعى على البصله، البصله هي مش عايزين نسعى عليها، عايزين نديها لون مش نحرق. البصله هفضل كده اقلب فيها لحد ما تاخد لون جميل كده. هنزل بايه؟ بفلفل وبتومه وبقوطه مقطعه. عندي كده فلفلتين رومي مقطعين، وعندي الكميه دي كده توم على 4 بيضات، وعندي الكميه دي قوطه، وعندي كمان الفلفل الاحمر اللي انا لسه موريهولكوا حاطه منه في الفول اهو كده. زي ما قلت لك اسرع وارخص واسهل غدا، مش هيكلفك 20 جنيه. هتحضري لاولادك سفره حلوه قوي. وعلى فكره كل البشر بتاكل في الحاجات دي اكتر من اللحمه والفراخ. الاكله دي ناقصها ايه؟ ناقصها طعميه. طعميه ان شاء الله بقى تحضرين في فيديو طعميه، يعني عايزه اقول لك ان شاء الله جميل جميل جميل. ان شاء الله عن قريب هنعمل فيديو مع بعض الطعميه، تكاتها وحركاتها واسرارها. وما تقوليش لسه هعمل، اعملي طعميه القرص ده بجنيه، هاتي ربع كيلو ب5 جنيه واعملي اكياس اكياس اكياس. وانت في الاجازه جايه علينا كده والعيال هيقعدوا ياكلوا والصبح هيدوها، هتجيبي بقى ب5 جنيه طعميه 5 طعميات، مش هيعملوا لك حاجه. ب10 مش هيعملوا لك حاجه. لا، اعملي الطعميه بقى اكياس وحطيها فين؟ حطيها في الفريزر كده وايه، واعمليها وايه، ووفري في بيتك. ودلوقتي البصله خدت لون جميل اهوت، شايفاه كده. في ناس بتقطع البصله بتاعت الشكشوكه اكبر من كده، لان انا بحبها بتبقى حجمها كده حلو قوي. هنزل بايه؟ هنزل بالثوم، بالفلفل الاحمر المتفرز وبالثوم وبالفلفل الاخضر، 3 مع بعض. يبقى الفلفل الاحمر المتفرز الحامي والثوم وايه والفلفل الاخضر. ده بقى هيبقى تشويح بس كده، بحيث اول ما الريحه ايه تطلع كده عليا او ايه، او حاطه القوطه المكعبات. زي ما قلت لك القوطه اهوت مقدار قوطتين كده متوسطين، ماشي. غدا سريع وسهل واقتصادي وجميل. فول بقوطه وبطاطس محمره وشكشوكه. والشكشوكه يا جماعه ليها طرق كتيره قوي قوي. دي طريقتي وان شاء الله تعجبك لو جربتيها. وهنا شوحت اهوت توم مع الفلفل الاحمر زي ما قلت لك، مع الفلفل الاخضر الرومي والاحمر الحامي مع البصله. بصوا الالوان، بصوا. طبعا معروف ان الطبق اللي الالوان بتكتر فيه الايه، القيمه الغذائيه بتاعنا فيه. اهو هحط هنا بقى كده الايه، القوطه. القوطه هنا مكعبات، والنجم اللي هنا يبقى معايا الفلفل الاسمر. يبقى الفول حطينا له ايه؟ حطينا له اللهم صل على محمد، معناه كمون كبيره. ده النجم هنا اكتر من نجم الصراحه. اول حاجه الفلفل الاسمر، اول حاجه الفلفل ايه الاسمر. انت فين يا فلفل؟ تعالى لنا يا فلفل. شايفه الكميه دي؟ ادي الفلفل الاسمر. الحاجه التانيه الجميله اللي بتقلب كيان الشكشوكه بتاعتي، البهارات. شايفين المعلقه دي؟ المعلقه دي انا حطيت منها معلقتين بهارات، يعني هتعمل المعلقتين دول يعملوا نص معلقه من العاديه، نص معلقه من الصغيره بتاعت اللي بنشرب بنعمل بيها الشاي، السكر في الشاي. ودي كده كزبره. وايه كمان؟ قرصه قرفه. يعني ايه قرصه قرفه دي اللي بتقوليها لنا دي؟ يعني شعره قرفه صغيره قوي 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 اهي. الحاجات دي بتعلي القيمه الغذائيه جدا وبتدي ريحه حلوه قوي يا جماعه. ممكن كمان احط نص معلقه من اللي هي بتاعت الجيلاتي اللي انت شفتيها دي، ايه، بابريكا. حطيت بابريكا. بصوا، زعتر، ربع معلقه، ربع معلقه صغيره كده بابريكا، زعتر، قرفه، فلفل اسمر وكزبره.
كل الحاجات دي، بس كزبره برضو ربع معلقه صغيره كده. الحاجات دي بتدي طعم حلو قوي قوي للايه، الشكشوكه. ما حطيناش، خدي بالك الملح، هنحط الملح دلوقتي. ولما تيجي تعملي الشكشوكه اختاري القوطه تكون جامده، تبقى احلى. ليه؟ بتفضل حتت كده ومززه. وحطيت هنا بطاطس محمره احمرها معايا علشان نكمل الوجبه الجميله دي. ماشي. وادي الملح اهو. عايزه تحطي برضو قلب ماجي حطيه اختياري، انا مش هحط، انا هكتفي بالايه، البهارات الجميله دي. ماشي كده. لما البهارات دي تاخد تدي مع بعضها كده والمكونات دي، اقوم حاطه البيض على طول. وهوريكي هنعمل ايه. ولما القوطه تاخد اللون الجميل ده، شايفين الالوان يا جماعه؟ شايفين الوان الشكشوكه؟ شايفين كل اللي في الطاسه دوت هيطلع مع البيض ويدي طعم جامد. انا حطيت لها كمان هنا زي تمن كده، معلقه كمون، وزودت الملح. ودقت الفول برده لقيته عايز ملح، حطيت له برده ايه، ملح. وحطيت له ربع معلقه ايه، بهارات. طيب انا زي ما قلت لك انا هعمل هنا 4 بيضات لفردين. انت اعملي على حسب ايه، عدد اسرتك. زودي البصل، زودي الايه، زودي بسم الله الرحمن الرحيم البصل بقى، المكونات القوطه على حسب عدد افراد اسرتك. انا عامله هنا 4 بيضات اهم. ماشي كده. افضل بقى ايه، البيض ده كده افضل احرك فيه كده لحد ما ينشف مع القوطه والتوابل كده. يبقى ايه، يبقى كده اكلتنا جاهزه. بالنسبه للفول طبعا زي ما عودتكم لازم النار تبقى هاديه على الايه، على القوطه. شايفين كده قبل ما توصل التسبيكه الاخيره بحط الفول. انا الفول اللي انا عندي اللي عملته معاكم فين قبل رمضان اهو، طلعت كيس عشان اعمله. يعني الاكله ما كلفتنيش، بطاطس من بيتي والبيض من بيتي والفول من بيتي. ومشي حالك، مشي حالك يا فوزيه، مشي حالك كده. يوم هناكل فيه لحمه وفراخ وسمك وبرده الايام دي. وزي ما قلت لك الاكل ده انا عن نفسي بحب الاكل ده قوي. انا بحب اعمل الاكله دي في رمضان، بتاكلني جامد. جنبيها بقى بتنجان بالخل والثوم اللي هو البتنجان الرومي، جنبيها طعميه وكلي بقى ودوسي. وهتلاقي ولادك بياكلوا احلى اكل في الاكل ده. وهنا زي ما قلت لك الطاسه دي فيها ايه، فيها ايه، بطاطس. بطاطس قشرتها وغسلتها وصفيتها من الميه وحطيتها. انا هنا عاملاها من غير ملح. احيانا لما هاكلها تكون جنب جبنه تكون دلعه، لو انا هاكلها جنب جبنه قديمه اعملها من غير ملح زي كده. طب لو جبنه بقى دلعه، لا بحطها في ملح وخل قبل ما انزلها الزيت بربع ساعه. واقوم ايه، اقوم حطها في ملح وخل. ايه الفرق؟ اللي مفيش اي فرق، الطعم انت مملحها شويه وبتاخد وقت في الزيت. الملح دي بتاخد وقت في الايه، في الزيت. هعلي بس النار على الشكشوكه كده عشان تبتدي تجمد مني. والشكشوكه روحها يا جماعه البهارات اللي احنا حطيناها. الشكشوكه روحها الايه، البهارات. واهم حاجه ان الخلطه بتاعتك تكون ناشفه تماما، ما تحطيهاش على الخلطه لما تنشف الخلطه بيها تماما. شايفين شكلها؟ بصوا المنظر، بصوا منظر الشكشوكه يا جماعه. ايه الجمال ده، الله 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 يا ست قدوره. ودلوقتي هحط كيس الفول اللي انا عاملاه معاكم قبل رمضان مباشره اهو. بصي لسه بلونه وجماله ازاي. بصي بصي. وانا طبعا طحناه، لو مش مطحون الوصفه دي بتحب الفول مطحون. لو انت مش مطحون اطحنيه، اطحنيه باي طريقه. اطحنيه هاتيه مطحون اللي يريحك يعني. بس بصوا بقى حلاوه اللي معمول في البيت بقى. شايفين؟ بصوا لونه فاتح وجميل ازاي كده في الاكل. شكله خطير يا جماعه، شكله خطير اهو. بصوا هسيبها بقى الجمال ده مع الايه، مع في حاجه هنا سمرا عايزه اشيلها مش عارفه ايه هي. هسيب الجمال ده قشره الفول راسها، راس الفول اهيت. انا قلت ايه دي الاسمر ده، لا انا من الفول بتاع بره عشان كده. لا راس الفول اهوت مش مطحون قوي تقريبا، فانا هشيلها. ما بحبهاش لان انا مريضه قولون يعني. وده اللي خلاني ما اكلتش الفول ايه في رمضان، وانا خلصته باكل منه بحرص عشان انا مريضه قولون ونقرس يعني. الحمد لله. بصوا شايفين، بصوا الجمال. تاكلي احلى فول بقوطه، احلى فول بقوطه. هتدعي لي على الطريقه دي، طعمها خطير خطير خطير. وهنشوف الايه، نطفي على الشكشوكه. وهعمل ايه، هحط العيش في الميكرويف. قلت لكم بصي عايزه اوريكي حاجه. شايفه لون البطاطس وشايفه عامله ازاي؟ ليه؟ عشان ما حطيتش ملح. ومش هحط ملح دلوقتي،
لما تهدى خالص لو حطيتي ملح وهي سخنه تلاقيها نامت، عملت كده. ماشي. بصي بقى، بصي الفول، بصي لونه وقوامه وطعمه يا جماعه نار، والشكشوكه نارين. بصوا شايفين قوامه ولونه. زي ما قلت لك الفول بقوطه ليه طرق كتيره قوي قوي. الطريقه دي لازم يبقى مطحون، لو انت عايزاه سليم اعملي ايه زي ما انت عايزه. بالنسبه للشكشوكه لازم تكون ما فيهاش هواء ولا بخار ولا نقطه ميه، برده طعمها رائع. دي نارين نارين، يبقى الفول نار والشكشوكه هي نارين. عايزه اقول لك ان طعمها بسم الله ما شاء الله رائع. انت مش عارفه بتاكلي لحمه مفرومه معصجه ولا بيض ولا ايه بالظبط. والفول برده طعمه رائع يا جماعه. يلا بقى هاتي لي كده صف عيش انت وهي عشان نتجمع على السفره الجميله دي. احلى غدا. انا بقى بالنسبه لي اي لقمه عيش بتفضل بحطها في الميكرويف وانشفها كده، وتعملي كده شايفه كده اهو كده، وملش ودن قطه ولا حاجه اهو. رائع رائع. بص الشكشوكه، الله الله يقدرها يا ام وجبه. عارفه عسليه ام وجبه؟ الله الله يقدرها يا ام وجبه. احلى اكل والله يا جماعه، اكلنا المصري جميل جميل جميل. عايزه اقول لك الشكشوكه طعمها فوق الوصف فوق الوصف. طعمها جميل جدا جدا جدا. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش اللايك والشير عشان يوصلك كل ما هو مفيد، حتى لما كانش جديد من قدورة فول. شايفه الشكشوكه؟ شايفه الشكشوكه؟ يلا بقى اجري حطي لي ايه لايك وشير من ايدك الحلوه ديت علشان يوصلك زي ما قلت لك كل ما هو مفيد، حتى لو ما كانش جديد مع قدورة فول. وادي رصة العيش. هنبتدي بقى نلتهم هذا الشيء الغدا الجميل ده. والسلام عليكم ورحمه الله. دمتم في رعايه الله وامنه.